السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشجعي نادي النصر السعودي حوالين العالم. الناس كلها مشغولة دلوقتي بموقف تاليسكا. هل يا ترى تاليسكا هيرحل عن نادي النصر ولا هيفضل مستمر مع نادي النصر؟ موقع جول نقل عن تاليسكا نفسه وبشكل رسمي ردوا على هذا الأمر. أندرسون تاليسكا يحسم مستقبلي رسميا والنصر يرد بقرار حاسم. حسم الجدل نهائيا في مستقبل أندرسون تاليسكا. حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا اليوم الثلاثاء مستقبلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميا بعد الأخبار المنتشرة في الساعات القليلة الماضية بشأن رغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وحسب تصريحات منسوبة لشانول جونش المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، طلب تاليسكا منه خلال مكالمة هاتفية إيجاد حل وسط لانتشاله من النصر والعودة إلى صفوف الفريق الذي لعب له في الفترة من 2014 ل 2019 تخللها العديد من الإعارات. وقال تاليسكا في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: الأخبار التي ظهرت جميعها مزيفة ولا يوجد مفاوضات مع أي نادي. وأعلن النجم البرازيلي عدم وجود أي نية لديه في الرحيل عن قلعة العالمي، مشيرا إلى أنه جدد عقده مؤخرا حتى 30 يونيو 2026 ويركز كليا الآن على تحقيق الألقاب والبطولات في الموسم الرياضي الجديد. وأعرب أندرسون تاليسكا عن سعادته الكبيرة في صفوف الفريق النصراوي الذي انضم إليه صيف 2021 قادما من نادي قوانجيتشو إيفرجراند الصيني. طبعا يعني نادي أول مرة أسمع عن اسمه يعني، لكن على أي حال تاليسكا 100% بيتواصل الآن مع إدارة نادي بشكتاش التركي، وده أمر لا يليق. ومدرب النادي قال كده. المفروض على تاليسكا ان هو يلتزم مع نادي النصر لحد نهاية عقده وبعد كده نتكلم، لان انا ما اعتقدش ان بشكتاش هيدفع اكتر من النصر. يعني مش الامور مادية برضو ولا ايه؟ فالمفروض ان احنا نلتزم شوية مع النادي اللي احنا بنلعب معاه تحديدا، وان هو نادي متميز ونادي جيد وفيه نجوم وبتلعب مع كريستيانو رونالدو. عايز ايه تاني؟ على اي حال اشكركم على حسن المتابعة. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.